مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض طبق معكرونة جدا بسيط سهل بالدجاج. طعمته كتير طيبة ومكوناته جدا بسيطة. طبعا تلاقوا المقادير كلها موجودة تحت بصندوق الوصف. بالبداية بدي اسلق هون كيس من المعكرونة. هاي المقادير كلها من كيس واحد بس من المعكرونة. انتو اذا بتحبوا تزيدوا الكمية بدكم تضافوا المقادير. اي نوع معكرونة انتو بتحبوا تستخدموه، مو الا تتقيدوا بالشكل اللي عندي. بقطع على صدر الدجاج. بدي اقطعه هيك لمكعبات صغيرة لحتى تستوي عندي بسهولة. مقلاية على النار، حطيت شوي من الزيت وتركتها لحتى تحمى عندي منيح. وبدي انزل فيها هلا الدجاج. بقلبن هيك بالمقلاية لحتى يتحمروا من الجهات، كل الجهات. صاروا عندي هلا هيك بهالشكل. هلا بدي انزل عليهم حبة وحدة من البصل فرمته ناعم. بقلبها معاهم وبتركها لحتى تدبل عندي منيح. لبين ما تدبل البصلة بدي اقطع انا هون شوي من الفليفلة الخضراء. الفليفلة هي اختياري، بتحبوا تضيفوها او لا، بس انا بلاقي انه بتعطيها طعم كتير كتير طيبة ومنظر كمان حلو. حلو انه يكون هيك في لون اخضر شوي بالطبخة. دبلت كمان البصلة، فهلا بدي احط عليها شوي من البهار. لاحظ هون البهار الحلو، شوي من الكزبرة، شوي صغير من الفلفل الأسود، وعندي هون ظرف من الماجي. بتحبوا تضيفوه أو لا بتكملوا، يعني مثلا تحطوا غير بهارات انتو بتحبوا تضيفوا مثلا مع الدجاج شوي من الكاري، أو عندكم البهارات الخاصة انتو بتحبوا تضيفوها مع الأكل ممكن تضيفوا حسب ذوقكم. لاحظ هون معلقتين من دبس البندورة، وطبعا انتو إذا كان دبس البندورة عندكم خفيف مثلا بيعطي لون خفيف أو نكهة خفيفة ممكن تضيفوا 3 ملاعق. رح أضيف بالبداية هلا كوب من المي وخلطهم مع بعض. ورح أضيف هلا تقريبا نص كوب، يعني أنا حطيت هون كوب ونص من المي، واتركهم لحتى يغلوا. رح نزل عليه الفليفلة. إذا حابين كمان تضيفوا يعني فليفلة حمرا فليفلة صفرا كمان بصير. صفيت المعكرونة وغسلتها. بنزلها هلا على الخليط وبصير بقلبن. بقلبها لحتى تتغلف كل المعكرونة بالصلصة. هلا هيك صارت عندي جاهزة أنا تمام. فيكن تاكلوها هيك بهالشكل، وفيكن تضيفوا يعني كمان خطوة أخيرة. أنا رح أضيف عليها بس شوي صغيرة من الجبنة على الوجه، وهذا اختياري انتوا بتحبوا تضيفوه او لا. اذا متوفر عندكم ممكن بس هيك تضيفوا شوي صغير على الوجه، تعطيها منظر كتير حلو وطعمة كمان كتير كتير طيبة. بغطيها، ممكن تطفوا كمان تحت النار بس مجرد انه تذوب شوي صغيرة بحرارة المعكرونة كمان بصير، مو الا تتركوها كتير على النار. بتصير عندكم بهالشكل. شايفين منظرها ما احلى؟ ريحة هلا بتاخد العقل. رح زينها كمان بشوي من البقدونس. معكرونة جدا بسيطة وسهلة مثل ما شفتوا، ما بتاخد منكم وقت، شغلتها ابدا مو صعبة، والطعمة عن جد كتير كتير طيبة. بتمنى انكم تجربوه. اذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسوني من اللايك والاشتراك، وبحبكم نشوفكم بالفيديو الجاي.